بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بمشاهديني، معاكم فادية قاسم. النهارده الصراحه كنت عايزه اعمل عشاء ومش عارفه اعمل ايه، محتاره. زهقت من كل اصناف الاكل. وبعدين عندي في المطبخ الصراحه 5 ورقات كده، رقاق ناشف مضايقني. اجيبهم شويه هنا وشويه هنا، يكسروا مني شويه ويقعوا مني شويه. زهقت لان كانوا بواقي عندي من فطير ومش عارفه اعمل بيهم ايه. قلت والله لا، هاخدهم وهعمل بيهم اي حاجه تكون عندي، هشتغل بيهم اي حاجه. المهم اعمل عشاء وخلاص، يكون مختلف عن اي يوم. زي ما انتوا شايفين كده، 5 ورقات مش اكتر ولا اقل. وعندي مج كده من الشوربه كانوا فاضلين برضو، قلت والله ان انا مستعملاهم، مش هخلي بواقي اكل عندي خالص، وهعمل بيه العشاء بتاع النهارده. زي ما انتم شايفين كده، انا رحت جبت معلقه سمنه بلدي كده، ورحت حطيتها على الشوربه. انا مش عايزه بقى ادهن بقى كل ورقه لوحديها واحط شوربه، ولا احط الرقاق في الشوربه عشان يطرى ويطلع. لا لا، انا عايزه حاجه سريعه. فانا عملتها زي ما بعمل الرقاق الناشف العادي بالعصاج. طب انا ما عنديش عصاج، هتعملي ايه يا فاديه؟ قلت لا مفيش مشكله، هنحشي اي حاجه، اي بواقي عندي في التلاجة. هدور في التلاجة اشوف ايه اللي عندي وهحطه. المهم جبت صينيه كده، اصغر صينيه عندي، ودهنتها بحته سمنه كده، وحطيت الورق زي ما انتم شايفين كده بقى يتكسر مني. قلت مش مشكله، بس اخلص منه. وشربته كده بالشوربه. طبعا الشوربه عليها سمنه، ما حطيتش سمنه تاني، وخصوصا ده عشاء، فانا مش عايزاها تبقى يعني تقيله او تجز النفس كده. لا، انا عايزه حاجه برضو تكون ايه، مش تقيله قوي. بقيت ايه، اشرب كل ورقه كده والتانيه اكسرها على 2 كده على قد الصينيه، واحط شويه شوربه كده اللي هم محطوطين فيهم زي ما قلت لكم معلقه السمنه البلدي. يلا قلت بقى مش مشكله، تطلع زي ما تطلع، بس نخلص من التفكير في العشاء، اعمل اي حاجه. المهم قطعت شويه فلفل كده الوان، لقيتهم عندي برضو في التلاجة، حطيتهم كده، رصيتهم في الصينيه. وبقيت شويه كده على جنب. عندي لقيت برضو شويه بسطرمه من اللي انا عاملاهم باللحمه المفرومه. طبعا البسطرمه ما بقتش تتقطع من البيت بسبب اللحمه المفرومه. لان عملتها، وحقيقي مش بتكلف خالص، نفس طعم البسطرمه الجاهزه، مش مكلفه زي ما بقول لكم خالص. حطيت كده، مليت الصينيه كده بالبسطرمه زي ما انتم شايفين، بدل طبعا اللحمه المعصجه. سويت كده وحروفها وكل طراطيفها كده بالبسطرمه، وشويه جبنه موتزاريلا على جبنه تركي كده، ميكس جبن كده من اللي عندي، ورحت حطيتهم على الوش. قلت برضو لازم ايه، ادلع برضو ابني وجوزي كده اللي هياكلوا منهم، ما يبقوش ايه الحاجه طعمها مش حلو. دلعتهم كده بشويه جبنه كده زي ما شايفين. وحطيت بقى الورقه، في ورقتين فاضلين، حطيت الورقه اللي قبل الاخيره كده، شربتها بشويه شوربه. انا من النوع اللي ما بحطش الرقاق في الشوربه واطريه في الشوربه، لا، انا بسقي الرقاق وهو في الصينيه كده بالعصاج بقى، مش بالعصاج، بعمله بنفس الطريقه. نحط شويه شوربه كده على قد كده، الطريقه يا دوبك. واهم حاجه الشوربه بتاعتك تبقى سخنه قوي، لان لو طريه، لان لو الشوربه بارده مش هتطري لك الرقاق. طول ما الشوربه سخنه هتطري لك الرقاق في منتهى السهوله. حطيت شويه الشوربه بقى اللي كانوا فاضلين كده على الوش زي ما انتم شايفين كده، سقيتها كده من كل الجوانب. وبعدين جبت السكينه بتاعتي بقى، قطعتها كده قطع زي ما بعمل بالظبط الفطير بتاعي العادي خالص، بس الحشو طبعا كان مختلف. قطعت الصينيه كده، وجبت معلقه سمنه كده على الوش، حطيتها كده على الوش، قلت عشان تدي لون وتقرمش. بعد ما حطيت السمنه على الوش، قلت طب ليه ما تحطي بواقي الحاجه على الوش كده، بواقي الفلفل اللي باقي عندك والجبن اللي باقي عندك، حطيتها كده بقت زي البيتزا. بقى شكلها لطيف جدا، وشكلها زي البيتزا بالظبط. طبعا كنت مولعه الفرن على 200 درجه، حطيتها في الرف الاول، وقعدت حوالي نص ساعة وطلعت بالشكل ده. طبعا قبل ما تطلع وقبل ما اولع عليها الشواية، كان عندي بواقي بسطرمة برضو، حطيتهم على الوش، لان البسطرمة لو حطيتها من الاول هتنشف معاكي وتقدد كده وطعمها مبقاش حلو. حطيتها في الاخر كده، وزي ما انتوا شايفين
الفطير طلع كده، لا هو طري ومقرمش في نفس الوقت، طري من جوه ومقرمش من بره. طعم الجبن بقى مع البسطرمه حاجه خيال، كاني جايباها جاهزه من عند الفطاطري بالظبط. طلعت جميلة جدا، هتعجبكم جدا. ما تخلوش حاجة في بيوتكم كده مضايقاكم، بواقي أكل ولا حاجة ومضايقاكم، لا اشتغلوا بيها أي حاجة، اعملوا بيها أي افتكاسات كده، هتطلع معاكم في منتهى الجمال. ربنا يحسن ما بين إيديكم وأسيبكم في رعاية الله وحفظه. كانت معاكم فادي قاسم. يا ريت اللي تشوف الفيديو تقول لي رأيها وتقول لي رأيها في القناة. أسيبكم في رعاية الله وحفظه. وتصبحوا على خير.